السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أحمد سادة، قناة إيجي أنمي قالش. دي الحلقة التانية. الحلقة الأولى اتكلمت كيف بدأ الأنمي من بدايته لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها. المرة دي بقى أقول لك لو أنت كاتب مانجا إزاي المانجا دي بتتحول لأنمي. تابعني. إزاي المانجا بتتحول لأنمي؟ لو أنت شاب ياباني عندك 16 17 20 سنة وبتعرف ترسم وبتعرف تألف ومحتاج تطلع المانجا بتاعتك دي للنور وتنجح فيها لدرجة إنها تتحول لأنمي، مجلة جامب شونن أو جونن شامب بتعمل مسابقات دورية كل أسبوع أو كل فترة بحيث إنها تاخد الشباب فعلا الموجود وتروح بيقدم فيها. بتقدم بأفكار مش لازم تكون الفكرة أنت خلصتها، لا، مجرد ما بترسم قصة وبترسم أحداث فعلا تشد. بيبدأ المحررين يزودوه، زي مثلا ازاي تضيف شخصية، ازاي تضيف الأساسيات في الرسم وفي نفس الوقت أساسيات في الفكرة نفسها، وشخصيات لازم تكون موجودة في كل أنمي، ولو عرفتها هتلاقي كل الأنميات موجود فيها الشخصيات دي. بيعرفك ازاي تبدأ، بيشجعوك بكل الطرق ان انت توصل فكرتك، مش مجرد ان انت رحت مرة وفشلت، لا، ده هم عايزينك تيجي تاني وتجرب، عشان الفكرة اللي انت بتبدأ بيها دي لما بتبقى فكرة حلوة بتتعرض عندهم في المجلة، وأول ما بتتعرض عندهم في المجلة بعد كده بتبقى بدايتك. فلنفترض ان انت بدأت بأول فصل، أول فصل لو نجح بيطلبوا منك فصل تاني تالت وعاشر. طول ما انت المانجا ناجحة وقادر تقول أفكار مرتبة وكويسة في خلال المانجا هما ما بيقولكش وقت. إلا لو بدأت الأفكار تروح منك وانت مصر تكمل، المشاهدات بتقل. أول ما المشاهدات أو القراء يبدأوا ما يحبوش المانجا بيطلبوا منك تنهيها، وطالما انتهت بتضطر بقى خلاص تبدأ من الأول تاني. الطريقة الوحيدة ان انت تعمل انمي فيها ان المانجا بتاعتك تكون ناجحة جدا طول فترة عرضها وشد الناس وحباها، تبدأ الاستوديوهات هي اللي بتدور عليه. ممكن دلوقتي بقى اديك فكرة. لو انت شاب ورحت ازاي تخلي المانجا بتاعتك تستمر. شاب قرر يروح ويعمل فكرة، طبعا هو بيشوف الفكرة الأول، فكرة ورسمها بشكل مبدع. شاب قاعد في الفصل جنب شباك الفصل، شاف نوت واقعة على الأرض، راح خدها من على الأرض، لا مكتوب فيها ان اي حد هتكتب اسمه يموت. كان بيستخف بالموضوع في الاول بس قرر يجرب، فقرر يجرب في مجرم كان خاطف اطفال بالصدفة في مكان، كتب اسمه وبالفعل المجرم مات واكتشف انها حقيقية. فقرر يستعمل ذكائه انه يموت كل الاشرار اللي في العالم، اي حد يخطف او يسرق او يقتل طالما القانون مش عارف يعاقبه، هو عايز العالم افضل. بداية قوية، المانجا خارقة. بس اول سؤال المحررين هيسألوه لك هتعمل ايه بعد كده؟ انت اي حاجة بتكتبها الناس هتموت، فانت فين المتعة؟ احنا عايزينك تقول حاجة تمتعنا. الحاجة المحررين بيدوروا فيها هو ازاي هتمتع، احنا محتاجين شخصية مع البطل. ففي حالة المانجا دي اختار شخصية الشنجام اللي هو كان صاحب النوت من الاول، ان هو يكون مع البطل اللي يقدر يشرح له القصة. ما هو لازم يكون في حد يشرح له الفكر بتاعه ويشرح له خطته ويشرح له هيعمل ايه في الاحداث اللي جاية. فدي كان اول شخصية، فقدر يكمل كمان فصل. فالمحررين برضو المانجا ناجحة جدا وعايزينها تستمر، فبيطلب منه احنا محتاجين حد يكون منافس للبطل في نفس ذكائه وفي نفس شخصيته وفي نفس الوقت ما يبقاش سهل انه يموت. احنا محتاجين شخص تقدر تبنيه صح انه يبقى منافس للبطل عشان المانجا تستمر. الحالة دي بيختار شخص بنفس ذكائه وبيقدر يطلع من مأزق بقانون ان انت لازم تبقى شايف الشخص وهو بيكتب اللي انت بتكتب اسمه، تبقى عارف اسمه وفي نفس الوقت عارف شخصيته. وبدأت المانجا وبقت واحدة من أنجح المانجا. ديس نوت اتعمل أنمي وكان بوابة ناس كتير. الشخص بدأ كده، ما كانش عنده كل أفكار الأنمي، هو مجرد إنه بدأ من الأول بفكرة وقرر يكمل الفكرة دي بأساسيات المانجا والأنمي. إزاي تعمل قصة صح، ودي كانت بدايته. مجرد إنك بتكتب قصة، بتكتب فكرة كويسة وبتكمل فيها. في مانجاكي كتير نجحوا وفي مانجاكي كتير محدش سمع عنه. في مانجاكي كان حظهم وحش كتبوا أنمي وعدوا، وفي مانجاكي قليلين قوي قدروا يعملوا اكتر من مانجا ليهم تتعمل انمي. منهم مانجاكي انمي مانستر كان قدر يعمل اكتر من 3 انميات ليه اتعملوا انمي، دي كانت حاجة نادرة. في مانجاكي تاني كلنا عارفينه قدر يعمل انمي من اول مانجا عملها، ولما نجحت قرر ان هو ينهيها بنفسه رغم نجاحها اللي كان باهر في وقتها، بس هو شاف ان هو اكتفى. والشخص ده قرر يعمل مانجا تانية والمانجا دي حققت نجاح كسرت الدنيا. الشخص ده توغاشي مؤلف هانتر. الشخص ده كان بيتسمى الكسول في اليابان، لدرجة ان انمي
جنتاما جنتوكي نفسه اتريق على عودة هانتر في 2003 في الحدث القديم، انه من اكتر المؤلفين كسل، بس في نفس الوقت اكترهم كان عبقرية. مجرد ما بيكتب اي حاجة ليه كانت بتحول، لدرجة ان الناس كتير كانت بتغير منه، بالرغم انه هو بابسط حاجات بيعمل قصة اعمق، قصة اقوى كل مرة. ولحد دلوقتي احنا ما شفناش كل حاجة يقدر يعملها، لانه فعلا جايز ظروف مرضه، وجايز ظروف ناس كتير في اليابان حتى بيقتنعين ان هو اكسل من انه يكمل قصته. كل الحاجات بقى اللي انا قلتها لكم طول الحلقه دي هتلاقوها موجوده بالظبط في انمي باكومان. الانمي ده من تاليف نفسه مؤلف ديس نوت. الراجل ده قدر يجيب لك المانجاكي بيعملوا ايه، ومش هتحس بملل في ولا دقيقه. هو انمي 3 اجزاء، الجزء 25 حلقه، متعه من اول دقيقه لاخر دقيقه. بتحس طول ما انت شايفه ان انت قدرت تقرا كل الانميات اللي انت شفتها في حياتك. حتى بتحس بمعاناتهم هما بيكتبوا ديس نوت فعلا، ان هو ازاي الافكار كانت بتجيلهم وبعد كده بيطلب منهم افكار تانية عشان يعملوها. وبيجيب لك ازاي الشخص العبقري بيحاول يفضل محافظ على مستواه، وازاي الشخص اللي بيبدأ وبيبقى مكافح بيوصل ان هو يبقى يعدي العبقري لو فضل بإصراره انه يكمل القصة اللي هو كان مقتنع بيها. كل ده هيكون في انمي باكومان، هحطلك صورته ويا رب تشوفوه، لانه فعلا انمي اندر ريتد جدا وقوي جدا، ومن نفس مؤلفين ديس نوت. يا رب يعجبكم، يا رب الحلقة تكون عجبتكم. متنساش تسيب لي كومنت لو عجبتك الحلقة، ولو عندك اي تعليق، ولو عندك اي حاجة. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جاية تكون امتع، وابدا اعمل لك مراجعة عن حاجات انت بتحبها بطريقة سهلة.